اول فندق بيتحداك تعرف تنام. لا يا جماعه، لا 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 يا جماعه الفندق ده مسكون بجد. دول بيعملوا اعمال ولا ايه؟ قال لك جهاز بيكشف على الاشباح. صحيح. فندق المهرجين. مش عارف ليه انا قلبي مقبوض من المكان. ايه الحكايه مع المهرجين دول كلهم؟ انا مضطر ابات هنا لحد الصبح عشان مش قادر اكمل سواقه ونفسي انام. المهم تعالوا ندخل ويا رب نلاقي اوض فاضيه. اهلا بكم في عالم المهرجين يا جماعه. تعالوا بسم الله. ايه ده؟ في ايه؟ ايه الرعب ده؟ اغرب ريسبشن شفته في حياتي يا جماعه. انا المكان بدا يصير فضولي، انا عايز افهم بقى في ايه. انا صاحب الفندق وعياله. مش فاهم ايه دول بصراحه. يا جماعه مفيش حد هنا. How are you? How are you? So Yahya Ibrahim. You want to eat? So quick question, why all these clowns here? The original owner, he was a clown collector. صاحب المكان بيقول لي كان بيحب الكلاونز والجو ده، الله يرحمه، ومن ساعتها المكان ده كله مسكون يعني. Ghost reader. جوست ريدر؟ Yes. He's gonna beep like beep 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 beep. Good luck. بصوا يا جماعه، الراجل مديني البتاعه دي فبيقول لي في اشباح في المكان، لو نور ولا عمل صوت يا ريت ترجع تقول لي بسرعه. الراجل بيقول لي طالما منوره اخضر فانت في السليم، اول ما تبقى احمر بتاع اي حاجه معناها اهرب. اخدت الاوضه رقم 108. الراجل بيقول لي الاوضه دي فيها سر هتعرفه اول ما تنام. 111 222. ايه الصوت ده؟ مش المفروض الكلاونز دول مصدر للبهجه يا جماعه؟ ايه اللي هم عاملينه ده؟ ربنا يستر. هو انا الوحيد اللي بخاف من الكلاونز كده ولا انا الطبيعي وكده؟ ايه ده؟ في ايه؟ فين 108؟ ببدا اعمل كده ليه؟ في ايه؟ اهي الاوضه. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ اهو ده التهريج بجد يعني. ايه يا جماعه الاوضه دي؟ في ايه يابا؟ إيه ليه يا عم تعمل في نفسك كده؟ انتوا بتتحدوني يعني عشان ما انامش؟ بصوا يا جماعه، انا جاي اشيل البتاع ملزقينها بغيرها. المهم تعالوا نشوف الحوار ده شغال ولا لا. كل اخضر يا صاحبي. المهم شاكنا على الاوضه الحمد لله ما فيهاش اي حاجه. تعالوا نحاول ننام في الليله المهببه اللي احنا فيها دي، ربنا يستر علينا. تبص لي كده ليه بجد؟ مين؟ في ايه؟ بتخبط ليه على الصبح؟ الله الله، هو في ايه؟ والله في حد خبط، يمكن من الناس اللي سامعين الصوت يمكن هم دول اللي بيخبطوا. بس بصراحه صوت الكلاونز اللي عاملينه في المكان ده مش عاجبني. انا اقول للراجل يا عم افصله، جو الاشباح اللي هو عايش فيه ده بفكك منه يا عم. ده مش موجود. هو الراجل راح فين؟ هو سابنا ومشي ولا ايه في الليله السوداء اللي احنا فيها دي؟ في ايه؟ بالله البتاعه دي خوفتنا، قلت حاجه بتجري على الارض. ايه ده؟ من 1901 ل 1911 ايه اللي حصل يعني؟ ايه ده؟ دي مدافن جنب الاوتيل يا جماعه. تقريبا بيقول لك مسكون ومش مسكون. الراجل وصل اخيرا يا جماعه. تعال نشوف. بيقول لي تعالى معانا رايحين نصطاد اشباح. في ايه بقى يا معلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الشعب بيحمر ازاي؟ ايه ده؟ في ايه؟ بس هنصطادوا شبح، قفشوا شبح. We're trying to communicate with you. We're not here to hurt you. Room 108. Your room. بيقول لي الاوضه اللي انت قاعد فيها قفشوا شبح وكان بيشد في شعر حد. ايه يا جماعه في ايه؟ صاحب الاوتيل مدفون هنا. لا اله الا الله. ده بيصطادوا اشباح في مدافن. ده مدافن ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ فين؟ احنا ايه اللي جابني هنا؟ خليهم هم في صيد الاشباح بتاعهم، انا هنام. محدش يبص لي فيكوا. الو. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ انت كويس؟ مفيش يا حبيبي، انا تعبان وعايز انام. الطريق كان طويل فريحت انا في اوتيل شويه لحد الصبح وهصحى اكمل يعني. هو ايه الصوت اللي جنبك ده؟ بص انا في مكان غريب قوي بصراحه. غريب ايه وبتاع مين؟ والله انا لو فتحت لك الكاميرا ووريتك شكل المكان خديني كده انام. هغير بس هدومي بسرعه. ايوه مين النايم بيضحك؟ والله انا نفسي عايز اعرف مين اللي بيضحك في الليله اللي احنا. بص يا اخي خليها تنفعك بقى ايا كان بقى اللي بيضحك. لا دول مش هينفعوني. مين دول؟ مش هينفعوني. هما مين دول؟ مين دول؟ دول كتير. بتاع عمل بيب بيب. ما هو انا لو كلامي استني يا حبيبي عشان بجد في بتاع نور. ايه ده؟ في الرعب ده؟ ان انا نفضت الاوضه فعلا ما كانش بينور، ما عملش البيب بيب. بيب بيب ايه وبتاع ايه؟ اتنين يا احمد. والله المفروض عندي شغل بكره. يقول لي قلت له بحارب الاشباح مش فاضيلك. ولا بيستعبطونا الناس دي بيعملوا حوارات ولا ايه الصبح؟ ايه ده؟ ايمان الخط قطع. لو موجود ادي حاجه. ايه ده؟ احي. لا بقول لكم انا ما اتفقتش على كده، ما اتفقتش على ما تجننونيش. بصوا يا جماعه الجهاز ده انا مش فاهمه، بمشيه في الاوضه كلها زي الفل، اجي عند السراير يقعد يزمر يعني. بصوا
اهو. انا ما هنام النهارده لما افهم قصه الجهاز ده، يعني مش فاهم ايه علاقته بالسراير. هفضل ماشي ورا الارقام لحد ما يزمر. لو زمر، ما زمرش يبقى السرير ده فيه حاجه بتخليه يزمر. بس رحت هنا تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمام مفيش حاجه. احي احنا جايين نهزر. في ايه ده جايين يهرجوا يا عم، ده بيهزروا معانا يا عم بتاع ده. انت عارف اللي مقلقني ايه؟ انا اللي مقلقني انام وحاجه تحصل. يا عم على ابو شكلك. والله يا ابني انت اللي عامل القلبان ده كله؟ بقول لك مش هشوفك. هنا اهو. لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا 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 لا. بقول لكم ايه، هناخد دش دافي كده، انزل تحت البطانيه وانام. انا باخد الدش واعرف انام بعدين. بقول لكم انا هتشجع لان انا خايف من اول اليوم اخش الحمام، بس هي خلاص بقى. اعوذ بالله. احلى دش يا جماعه بصراحه. الدش ده جاب من الاخر. ننام بقى ايه، مش هبص انا طبعا ورايا، لا مش ناقصه. تصبحوا على خير. انتوا بتتحدوني يعني عشان ما انامش؟ في ايه؟ لا ما يعلم بقى الا ربنا. يا عم يلا نمشي من المكان ده. مورنينج. Morning. Did it go off at all last night? عشان بيسالني بيقول لي في حد كان بيعمل معاك الجلاشه وانت نايم؟ قلت له والله ما اعرف، انا اغمى عليا من النوم. بص بيقول لك العروسه دي مسكونه، يعني انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، بس الراجل بيتكلم بجد. يقول لك حتى لو حطيت الجهاز ده هتلاقي ان هو ايه بيعمل عليه. شايفين انتوا الارقام بتتحول ازاي؟ كده 4 ممكن بقى نحطها كده. والله لما حطيتها كده جابت 28 23 اهي. وجاي معاها زي كده ايه الورقه دي بيقول لك قصتها وازاي اتلبست يعني. تعالوا بقى نجرب البتاع ده دلوقتي في الصبح. بسم الله. هل فعلا بيعمل حاجه؟ الموضوع انا مش فاهمه فعلا. بلف الناحيه التانيه. قصه المكان ده غريبه جدا. فصاحب فكره الاوتيل كان بيحب المهرجين دول اللي بحبهم جدا، فقرر انه يعمل اوتيل على نفس النهج. بس ربنا ما كرموش ويعيني ولع حطه في الحته دي. فعياله جم وبنوا الاوتيل تذكار لوالدهم وعملوا نفس الحاجات اللي هو بيحبها. لكن مع الوقت بقت الناس تكتشف ان في حاجات غريبه بتحصل في المكان، اشباح بقى وعفاريت واللي كان بينام ليه لما بيقومش، وقصص كتيره حصلت. فالمكان مع الوقت بقى خد سمعه وحشه جدا، بقى الناس تخاف تيجي هنا من كتر الحواديت اللي عليه. فباعوا المكان لناس هنود. الهنود اخدوا الاوتيل وحولوا الفكره من مكان مسكون لمكان تجربه بتعيش فكره اللي انت بتدور على اشباح بجد. فبصراحه حاجه جامده جدا انك تحول الحاجه الوحشه لميزه، وده اللي عملوه. لدرجه الاوتيل ده اتصور فيه افلام كتيره جدا وبقى من اشهر الاوتيلات المسكونه. المكان فعلا غير مريح بالمره، الواحد عايز يرقي نفسه بعد اللي حصل ده. بس كده يا جماعه، اشوفكم فيديو جديد. معاكم يحيى كريم بكلمكم هنا من كلاون موتيل في ولايه نيفادا. السلام عليكم.